السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس بخير؟ هانيه الاجواء ديال كاس العالم، كلشي معلق الاعلام، قضيه واعره. الماتش ديال بلجيك كندا قضيه واعره. الا زعما ما زيروش رسالنا، الا ما زيرناش رسالنا الله غير تمشي غير تعادلات. السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس بخير؟ هانيه كي دايرين مع الاجواء ديال كاس العالم؟ كيبان لكم المغرب؟ ايوا والله ما عرفت، بزاف ديال الناس قالوا راه يعني داك التعادل كان انتصار. انا جاتني بعدا كرواتيا جاتني ضعيفه، والله ما عرفت واش من داروا الماركاج مليح ولا هما فعلا ضعفوا، اما يا المغرب هو اللي دار لهم داك الماركاج ديال تا واحد ما بقى يبان، ولا كرواتيا ضعفت. مجموعه صعيبه، صعيبه بزاف. درك من لعبنا مع كرواتيا انا بعدا جاني بحال لي كرواتيا هي اللي ضعيفه، خاطر الماتش ديال كندا بلجيك كان شويه محرك، بقى مقاسح على حساب الماتش الاول ديالهم. يبان المغرب غادي شويه نتعذبوا معاهم. انا نقول زعما كندا غادي شويه نديروا معاها شي حاجه. الساعه حتى داك اللعب اللي لعباتو لعبت شي لعب مليح، راه هذاك لو كان ماشي ديك ضربه الجزاء اللي تصدى لها الحارس، راه ربما كان يكون كلام اخر. راه غير سلكهم الحارس ديال بلجيك، واخا بلجيك زعما لعبت مليحه وكانت صحيحه، لكن من يكون اهداف يكون بعد التوتر، وقليل الفراقي اللي تقد تعادل ومن بعد تنتصر. اش ظهر لكم؟ زعما غادي نقدو نديروها ولا بلجيك محاش؟ غادي نبداو حنا ماتش بماتش، ما نمشيوش حتى لكندا عاد نقولوا بلجيك على حساب اللعب ديال المغرب اللي داروا مع كرواتيا. الا عرف اللعابه الخطيرين اللي في بلجيك ودار لهم الماركاج وحد من الفعاليه ديالهم، انا ظنيت نقدو المهم انا غادي نكون ريزونابل، يعني نكون واقعي. ربما التعادل هو يعني احسن نتيجه نقدروا نديروها مع بلجيك في الحاله اللي يعني بالمقارنه مع اللعب اللي درناه مع كرواتيا، يعني على حساب المقارنه يعني على حساب الماتش اللي داروه مع كرواتيا وعلى حساب الماتش اللي داروه بلجيك مع كندا. التعادل انا ظنيت غادي يكون مرضي، رغم انا كل واحد غادي يبغي الفوز، نتمناو الفوز، لكن التعادل انا ظنيت غادي يكون مرضي ليا انا، انه لو بيني وبينكم واخا غادي يكون مرضي ليا من الناحيه الواقعيه، بصح هو احسن الفوز. وكندا حتى هي عندها ما تقول، اللي قلنا كندا هي الحيط القصير، عندها ما تقول. غير داك اللعب اللي دارته مع بلجيك راه عندها ما تقول. اللي زاد بحال اللي حمسنا، مهم يكون عندنا يعني امل اكبر، هو انه اللي دارته السعوديه زعما بردت لنا القلب. تونس حتى واحد راه ما خصو يقلل من الشأن ديالها. تونس دائما تبدا صغيره وتكبر. نتمناو حتى في هاد كاس العالم دير نفس الشيء. حنا التشجيع ديالنا السعوديه بعد المغرب، السعوديه، تونس،
الدول الافريقيه اللي طلعت بحال السنغال. للاسف السنغال الماتش ديالها كان ضعيف. هي اللي كنا دايرين فيها واحد الامل كبير. الساعه هي اللي الفراقين اللي عندهم غير واحد اللعاب ولا جوج اللي يعني هو يكون الركيزه ديال الفريق، مين يمشي لهم هذاك اللعاب تحسهم فرقه اخرى، تحس بانها يعني فرقه اخرى، التشكيله بحال اللي تبدل عليك. عاود جابون اللعب اللي لعبته بعدها عجبني انا. الناس ديال الكابتن ماجد، هذاك الجيل ديال الكابتن ماجد. المهم انا اللي عجبني المهم غلبوا الالمان، واخا يخسروا كاع الماتشات المهم غلبوا الالمان، لان الالمان خرج على يعني خرج على الكره ومشى للسياسه. وسيدي الكره ما تدخلوش السياسه، ما تدخلوش هذه مين يسجل شي واحد ويدير ذاك يكون مكتوب في التوني ديالو في فلسطين لتحت يعاقبوه وهذه ما تدخلوش شي حاجه من غير الرياضه. درك دخلوها ايوا مزيه بعد عطاتهم الدق الجابون ومن بعد ماشي شغل. المهم الجابون بعد عطاتهم الدق وايدوا. انا نصيحه ليا لاي مشجع، المهم الا وصل الصوت ديالي لاي مشجع عربي في الخليج في المغرب الجزائر، المهم مين تكون لعابه الالمان شجعوا اللي ضدها، لانها خرجت على الكره ودخلت مسائل اخرى، وهو نفاق اللي عايش وعارف الاحداث درك مع الفيسبوك ومع هذا مواقع التواصل الاجتماعي كل شيء يبان باللي النفاق في النفاق. هي دخلت راسها في هذا الشيء ايوا صافي، يعني خرجت على الكره. والواحد اللي يمشي يضيف لشي دار خصو يحترم التقاليد والاصول ديالو والعادات ديالو والدين ديالو، وما غاديش يبدل كل شيء على شهر ديال كاس العالم. اللي غادي يجي يضيف هو اللي يحترم، ماشي اللي مضيف هو اللي يبدل كل شيء على الضيف. واخا ربما حتى هنا خرجت على الكره. يلا تهلاو لي فراسكم، مع السلامه.